تعالوا اسمعوا ماذا قال الشيخ أحمد ياسين العالم الجليل، الراجل الفقيه في علم الدين وفي علم التقويل. تعالوا اسمعوه بيقول ايه عن مصر وعظمتها وعن جيشها وعن أهل مصر. وتحيا لكل مواطن عربي شريف ولكل مصري نظيف في أرض الوطن وفي أرض الكورة العربية. تعالوا اسمعوا ماذا قال الشيخ أحمد ياسين العالم الجليل، علشان كل واحد خاين لوطنه أو خاين لأرض مصر، وكل مواطن عربي خاين لأرض مصر يبقى عارف اللي هو خاين وقليل الأصل. لأن مصر مش بتاعة المصريين، مصر بتاعة العرب كله، الأمة العربية. مصر أم العرب وانتوا أولادنا وأبنائنا. مصر للمصريين ولكل أرض عربية. تعالوا اسمعوا، عشان كل واحد خاين، كل واحد سفيه ما يعرفش قدرة مصر ولا يعرف عظمة مصر ولا يعرف ان مصر مذكورة في كتاب الله، ومن سب مصر فأكنه سب الله. تعالوا اسمعوا قول الشيخ أحمد ياسين العالم الجليل المحترم رحمه الله ماذا قال عن مصر وعظمتها. اتفضلوا اسمعوا من الشيخ أحمد ياسين. علشان لما مصر تخرج من المعركة يعني مفيش معركة، يعني مفيش حرب بدون مصر، لأنه مصر هي الثقل العربي اللي ممكن يغير الموازين، والباقي الدول العربية ما هي صغيرة لا تستطيع أن تقف. يعني أنت أمامك أنه مصر لا شك دفعت ثمن غالي وكبير من أبنائها وجيشها وإمكاناتها. طب هي إمكاناتها لو تطعم شعبها. كانت مصر في حاجة أن تدعم ماليا، يعني أمريكا الآن بتدعم إسرائيل بمليارات لتحافظ على توازن قواها. كان ممكن تجتمع الأمة العربية وتخطط لوجعل مصر قوة عسكرية تواجه القوى الإسرائيلية وتنمي قواتها لتبقى الساحة مواجهة وقوية وتتحمل تبعات الجهاد اللي بتكون في مصر، مش تسيبها لحالها وتتحطم لحالها. فلو كان هذا التخطيط ناجح والأمة العربية يعني دفعت ما عليها من بدناش يجيبوا جيوش، ما هي جيوش كثيرة حوالينا، بس أعطونا التزامات مالية لنحافظ على هذا الجيش ونحافظ على قوته. أنا بعتقد كان هذا الطريق أسلم وأصح لعلاج القضية الفلسطينية. وبدون مصر ما فيش معركة إطلاقا، إذا انتهت القضية خلاص تراجعت إلى